الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس بسيط ولكن له معاني عميقة. بسم الله. القرآن هو الروح الذي يؤنس المؤمن، يجعله في أنس، في اطمأنينة، في رحلته الشاقة في هذه الأرض وهذا الدنيا. وهو أي القرآن النور الذي يضيء جوانب روحه، والمعلم الذي يلقنه، والهادي الذي يبين له معالم الطريق، طريق الحق، طريق المستقيم. ونقول اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحياة مع القرآن الكريم تثير في النفس عالما من المشاعر لا يعرفها ولا يتذوقها إلا من يصاحب القرآن بحسب متطلع وقلب متفتح، عالم التسبيح في جنباته ويجول الفكر فيه جولاته، وتعب النفس من الفيضة بقدر ما ترتوي أو بقدر ما تطيق. الحياة مع القرآن هي الحياة مع الله. فالقرآن كتاب الله المنزل، وكلامه الموجه إلى الإنسان، موجه إلى نفسه وقلبه وفكره وروحه. وهو كذلك حديث متصل عن الله جل جلاله وجل ثناؤه، يصفه بأسمائه وأفعاله، يصفه بقدرته المعجزة، يصفه برحمته الواسعة، يصفه بعلمه الشامل، يصفه بكبريائه وجبروته، يصفه بكل ما يستطيع النفس البشرية أن تدركه من الصفات. فحين يعيش الإنسان مع القرآن فإنه يعيش مع الله، سواء وهو في بحبوحة نعمة أو حين يحس برحمة الله الواسعة. من أجل ذلك يوصي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بمداوة التلاوة والذكر، ويحذر من الجفر والقطيعة بين المسلمين وكتاب الله، لكي لا تنقطع تلك الصلة الحية ولا ينقطع الرباط الذي يربط القلب المؤمن بالله.